استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء الفل والفرحة لكل اللي بيسمعني دلوقتي على مونيكروفون. أنا مونيكا ميشيل، ودي أول حلقة البرنامج من سحر آتي. أيوة زي ما سمعتني كده، وأنا ما عنديش برد ولا حاجة، بس المسحراتي هو مع أول طبلة منه بيبدأ معاها سحر رمضان اللي من كتر حلاوته للأسف نصه جري زي السحر. هكون معاكم كل يوم لآخر شهر رمضان الساعة 6:15 بالظبط. استنوني هنا كل حلقة بيجي معاها طبلة مسحراتي، هنعيش معاها سحر أسطورة جديدة عن رمضان اللي جاية من كتب تراثنا العربي زمان، ومنها اللي جاية من حواديت شعبية. يعني طبلة النهاردة أول خبطة هنسمع معاها حكاية مسحراتي، ما ينفعش برضو يعني نبدأش بيه أول حلقة في برنامجنا. هنروح معاه لحارة قديمة كان معروف في كل المنطقة بصوته الحلو، وطبلته كان صوتها بيوصل لآخر الشارع. لكن في ليلة من ليالي رمضان صوت طبلته عمل حاجة غريبة قوي. كان في الوقت ده في ملك معروف بجبروته، وكان بيكره جو الاحتفالات والطبل اللي بيعيشوا كل الناس في رمضان زينا دلوقتي كده. فراح في يوم أصدر قرار لكل الجنود وقال لهم يمنعوا أي حد يصحى من الناس وقت السحور، وبالتالي وقت السحور الطبلة كمان وقفت. بس في الليلة دي أول ما قال الأمر ده ظهر المسحراتي بتاعنا الطيب، ووقف قدام باب القصر بالظبط، وكان شايل طبلته الصغيرة، وقال للحراس اندهولي الملك، أنا عندي ليه هدية مخصوص هتفرحوا قوي. بس واضح اللي حصل حاجة غير كده خالص. المهم جه الملك بمنتهى الهيبة والكبرياء، وقف قدامه وقال له انت مين وعاوز ايه؟ راح صاحبنا المسحراتي مردش عليه، وعمل حاجة واحدة بس، خبط على طبلته مرة واحدة، وفجأة كل القصر سكت. العجيب بقى ان الملك قال بصوت عالي وعصبية ايه ده؟ ليه الصوت اختفى؟ رد عليه المسحراتي بمنتهى البساطة، دي طبلة رمضان، واللي يكره الشهر ده مش هيسمع صوتها أبدا. حاول الملك يسمع أي حاجة، والطبل شايفه عمال يدق قدامه وهو مش سامع أي حاجة. كل الناس سامعة حواليه إلا هو. ومن يومها بقى الطبلة دي تتنقل من مسحراتي لمسحراتي، ومحدش يسمع صوتها غير اللي قلبه يحب رمضان. وبسبب الأسطورة دي كل الناس بقت تقول بعدها إن لو سمعت طبل المسحراتي ومحدش غيرك سمعه يبقى قلبك لسه نقي ولسه جواه روح رمضان. سؤالي بقى ليك انت كده النهاردة، انت ايه الحاجة اللي بتزعجك عملها شخص قدامك واتنازلت عن راحتك يعني علشان بس شايفه هو فرحان؟ بس يعني بلاش إجابات نموذجية، اكتب لي تحت في الكومنتس. وللأسف طبلة النهاردة سكتت. استنوني بكرة في نفس الميعاد الساعة 6:15 مساء في طبلة جديدة هتجيب لنا سحر أسطورة رمضانية جديدة في برنامج من سحر آتي مع مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا يوماتي من سحر آتي.